لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. انا من نفس المكان دوت صوروني وقالوا لي عملت ايه بالفلوس. قلت لهم انا غبت بيها شغل، بدل ما اشتغل للغير اشتغل لنفسي. بصراحه يا ريتني ما كنت خدت الخطوه دي وما كنتش خدت فلوس من انا بيتي اتخرب خالص من ساعه ما خدت فلوس ولما لقيت ان في اعلان وعملوا لي اعلان وكده رحت متصله بيهم ورحت قايله لهم انا عايزه اشيل الاعلان ده. قالوا لي ليه؟ قلت لهم انا انخرب بيتي، الشغل رجع، انا تعبت تعب جامد لدرجه ان انا عملت عمليه. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم نبض المواطن. أهلا بكم في كل مكان، أهلا بكم، معكم عماد العطار. أنا بشكر كل مواطن مصري أو عربي أو إفريقي أو أوروبي بيعلق لي طبعا على الفيديو واشترك معايا في القناة. بشكركم على تعليقاتكم، بس بتمنى ان يكون التعليقات ما تجرحش حد. احنا يا جماعة طالعين مش ضد اي حد، انا بعبر عنكم وبعبر عن ما في قلوبكم وعقولكم، لاني راجل حلفت اليمين. انا مش طالع انتقد حكومة ولا انتقد مسؤول، انا بعرض المشكلة وبقدم الحل. النهاردة هتكلم عن قضية بتمس مواطنين كتير جدا جدا من مصر، هو موضوع القروض. القروض يا جماعة اكلت كل شيء، اكلت كل شيء بجد. ناس كتير سيدات وخاصة السيدات كانت بتلجأ للقروض. طبعا من شروط القرض وبالذات في الجمعيات الصغيرة اللي هي المشاريع الصغيرة ان لازم يكون عندك محل تجاري او اي شيء بتتاجر فيه، مثلا بتربي شوية فراخ، مثلا عندك محل صغير، عندك مكنة خياطة، عندك كذا. كان الاول كان في شغل، السعر كان رخيص، الناس كانت بتتزاحم على شراء الاعلاف عشان تربي فراخ. كان كل بيت فيه ايه؟ فيه فراخ، لان الفرخ كان ب 2 جنيه وب 3 جنيه وب 5 جنيه، كان رخيص. العلف كان ب 200 جنيه الشكاره، ب 250 كانت رخيصه. الذره كان الشكاره ب 160 جنيه وب 200 جنيه كانت رخيصه. كان كل بيت في الارياف كان بيربي فراخ وبط ووز والقصه دي كلها. الاقمشه كانت رخيصه، كانت السيده عشان تجوز بنتها او تربي ولادها بتجيب لها مكنه خياطه، وكانت العمليه ايه؟ كانت العمليه شغاله وتمام التمام. اللي كان عنده محل طبعا كان مليء بضاعه، مثلا جاب له قرض ب 50,000 جنيه، ب 40,000 جنيه، ب 30,000 جنيه، كان بيملاه بضاعه. النهارده ال 50,000 جنيه ما بقوش يجيبوا شويه شاي او شويه سكر. فبالتالي الموضوع ده جه اثره السلبي على المواطن في مصر. في مسؤولين بتطلع تقول الصبر، مفيش مشكله، مفيش مشكله، احنا صابرين، ولكن المشكلة اللي ما بيصبرش صاحب القرض. النهاردة الواحد كان بيسدد وماشي تمام التمام، لكن العرقلة حصلت على الكل، العرقلة حصلت على الكل. النهاردة اللي كان بياكل 3 طاقات و4 طاقات و5 طاقات بقى ياكل النهاردة طاقة واحدة بالعافية او 2 بالعافية، والطاقة ما بقتش كاملة، الطاقة ما بقتش كاملة. النهاردة كنا نهار ما نتسلى كنا بنجيب شوية جبن، شوية لانشون، وبيعيبوا علينا شوية زيتون، شوية مش عارف. النهاردة الحاجات دي بقت غالية جدا، شوية بيض بقت غالية جدا 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 النهاردة قوي قوي. فالنهارده اصحاب المحلات وقفوا، اصحاب محلات الاعلاف وقفوا، تربيه الدواجن والفراخ وقفوا. النهارده هيسد منين؟ فبالتالي ما قداموش غير السجن، فبالتالي ما قداموش النهارده غير السجن. طب يروح لمين؟ النهارده القاضي له ورق، النهارده القاضي له هيقول له انا مالي، معلش انا ماليش دعوه، ماليش فيها، انت راجل خد قرض لازم تسده. والنهارده عشان تاخد قرض النهارده 50,000 او 100,000 او 10,000 ايا كان، النهارده بتسددهم على سنتين، المية بتسددهم 160
160,000 أو 170,000 جنيه، يعني على 100 بتدفع 70,000 جنيه في السنتين. خراب بيوت بجد. فين القروض اللي هي 2% و5% و3% اللي هي الإعانات والمعونات اللي بتيجي من بره والكلام ده كله عشان تقف مع الناس الغلابة ديك؟ النهاردة الناس الغلابة النهاردة صبروا، وفيهم ناس كتير جدا جدا هيدخلوا السجون النهاردة لا محالة. عايزين تسألوا على كلامي ده، اسألوا، انزلوا الجمعيات اللي هي بتدي قروض، هتلاقي ناس كتير جدا جدا متعسرة، وناس كتير قوي 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 موظفة وهتترك كمان وظيفتها وهتدخل السجن وهتسيب ولادها يتيتموا. لا ده في كمان مشكلة، ده الراجل ومراته هيخشوا السجن، ممكن يكونوا جايبين قرض او 2 أو 3، ما هيعملوا ايه؟ هيخشوا السجن يسيبوا العيال تتلطم كمان. وفي مفاجأة كمان، ممكن يكون القرض جاي بالأب والأم والبنت أو الابن ضامنين بعض كمان، يخشوا ال3 السجن. فأنا النهاردة بخاطب المسؤولين إنهم يتدخلوا في هذا الموضوع. أي قروض، مش شرط إن المتعسر، ده المتعسر وغير المتعسر كمان يدوا مهلة على الأقل يا جماعة. المفروض يكون في مهلة 6 أشهر 8 أشهر. انتوا كسبتوا كتير بجد، كسبوا كتير جدا جدا. يعني النهاردة خلاص في تعثر، خلاص في معهوش هيعمل ايه؟ والدنيا واقفة بجد. انا بتكلم بجد. في حالة النهاردة قدامي هحكيها لكم، هي حالة من ضمن الحالات في مصر. كان في شاب كان في الشارع، فعمل لقاء مع سيدة واختها او بنتها، فبتقول له ان ما اشتريتش اللحمه بقالي كتير، وجوزي كان ميت بقاله شهور قليله، واخوها كان ميت، والدنيا طبعا واقفه معانا خالص، وما حلتناش ومفيش معاش ولا وظيفه ولا الكلام ده كله. فتدخل رجل الاعمال نجيب ساويرس، ويقال انه جاب لها وظيفة كويسة جدا لبنتها او لاختها. يقال قدامي ان كشف ان رجل الاعمال المثير للجدل على منصة اكس منح الاسرة في الحال مبلغا ماليا لسداد مستحقات متأخرة عليها، مثل إيجار الشقة التي تقيم فيها، كما قرر تدريب الابنة في مستشفى الجونة بالغردقة لمدة عام على أن يتم بعدها إلحاقها بوظيفة في نفس المستشفى وبراتب جيد. كما أكد أن ساويرس تعهد كذلك بسداد راتب كامل وشهري للابنة طوال فترة تدريبها وحتى حصولها على راتب من المستشفى بعد تعيينها رسميا. وقال اليوتيوبر أن الأسرة شعرت بسعادة غامرة بعدما تحققت كافة أمنيتها. كام أسرة النهاردة نفسهم يبقوا زي الأسرة دي؟ أسر كتير قوي، وناس كتير جدا بتتصل بيا كتير قوي 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 من القاهرة إلى أسوان، ومن القاهرة إلى بورسعيد وهكذا، ومن القاهرة إلى الشرقية. يعني مش عايز أقول لكم في كل مكان إحنا مديونين، مش لاقيين، هنتسجن، خلاص الدنيا بايظة. يعني ناس كتير قوي 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 بتعاني من القصة دي. طبعا اللي ما معهوش هيعمل ايه؟ بيضطر النهارده يلجأ للقروض، والقروض فاتحه ذراعيها عقبال بس ما تيجي تمضي وتبصم يلا بالسلامه. هتقول لي انت بتروح ليه؟ هتقول لي انت بتروح ليه؟ ما هو مش لاقي، مفيش. يعني اسره كامله ممكن يكون فيهم واحد موظف، او ممكن ما يكونش فيهم حد موظف كمان. الكلام ده طبعا انتوا عارفينه وحاسينه، يعني انتوا عارفينه وحاسينه، حاسين بالكلام اللي انا بقوله. صعبان عليا قوي ناس كتير قوي اللي بتتصل بيا بتقول لي الحقنا احنا فعلا بنموت، مديونين، عايزين نسطر ولادنا، عايزين نجوز عيالنا، عايزين نبني مثلا في حته مثلا في ارض لان ما معناش، عايزين نعيش، السقف بيجيب مطر علينا، وهكذا 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 وهكذا. في سيدات كتير وفي ازواج كتير وفي شباب كتير جدا جدا جدا، وبالذات اليومين دول، لان اللي يقول انا معرفش او انا مش شايف يبقى هو فعلا مش شايف. الغلا فعلا، الغلا كوى بجد، الغلا كوى. فالنهارده انا طالع بقول برضو الحل، يعني نشوف حل، عايزين حل.
الحل بالنسبه للحكومه لو تدخلت ودت فرصه او امرت ان الفايده تنزل على الناس المتعثره، ويدوا فرصه على الاقل 3 4 5 اشهر 6 اشهر الناس تعيد نفسها تاني، وتشوف يمكن ربنا يرزقها الاسعار تنزل. يعيدوا تاني في موضوع المحل اللي اتقفل، في محلات اتقفلت كتير قوي 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 غصب عنهم، والله العظيم العمليه غصب، فبالتالي ما يبقاش موت وخراب ديار، ما يبقاش موت وخراب ديار. النهارده الجمعيات دي بتنزل جايبه مجموعه من الفتيات او البنات بينزلوا يفضحوا الشخص، ما هو غصب عنه، هو لو معاه مش هيدفع. فالنهارده في سيدات كتير جدا وابناء وبنات ورجال معرضين للسجون بسبب هذه القروض، والله غصب عنهم. فاتمنى ان الحكومه تتدخل في هذا الموضوع، ويا ريت يكونوا فعلا سامعيني زي ما الرئيس بيقول انا بسمع كل الناس وبسمع وبشاهد كل التعليقات. فاتمنى ان فعلا المسؤولين يتدخلوا ويوقفوا هذه المهزله، انا بسميها مهزله. واحد هيطلع يقول لي ايه اللي برضه خلاهم تاني، ايه اللي خلاهم يروحوا؟ والله العظيم الدنيا فعلا انا مش عايز اتكلم، انتوا شايفين اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى ايه؟ اكتبوها لي في التعليق عشان اعرف ان انتوا سمعتوا الفيديو لغايه الاخر. فانا طالع عشان الناس الغلابه المصريين دول، يعني اباء ليا وامهات ليا واخوات ليا. انا مش معنى ان انا راجل صحفي او اعلامي ان انا اطلع اقول لا انت رحت جبت كارد تخش السجن، انت عايزه تجوزي بنتك وتروحي تجيبي كارد، لا. طب ما هتعمل ايه؟ يعني بصوا، خليكم معايا. انا مثلا واحد زي مثلا لو ما معهوش خالص ولا وظيفه ولا مثلا، هيعمل ايه بجد؟ هيضطر يجيب قرشين ويقول يا ربنا يسهل، اروح اشتغل، اروح اعمل، فبيروح بتتسد العمليه سده. فربنا يستر بجد، ربنا يستر. واتمنى ان الموضوع ده يتحل ان شاء الله. وانا حاسس ان الايادي او ايادي الحكومه ان شاء الله مش هتكون مرتعشه، بالعكس هتكون قويه وهتحنو على الشعب المصري ان شاء الله. واشكركم والى اللقاء في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.